السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا اتكلمنا عن string، اتكلمنا عن الانتجر، واتكلمنا عن الدبل والهاشتاج، واتكلمنا ازاي ندمج آه، متغيرين مع بعض، وايه الفرق بين الحرف اللي نبدأ بالحرف الكابيتال في ايه ونبدأ بالحرف السمول بايه. انا بحاول اختصر لكم على قدر الامكان عشان تتأسس فيها على قدر الامكان في دارتي يعني. تمام. دلوقتي في حاجة اسمها ايف، في حاجة اسمها else. طيب، طبعا انت هتقول انت هتلاقي كواد كتيرة وحاجات داخلة في بعضها، هتقول انا مش فاهم اي حاجة. هنيجي بقى واحدة واحدة خالص، هنكتبهم مع بعض واحدة واحدة خالص. هنمسح كل ده كده، همسح ده كده كله معاك اهو. تمام كده اهو، مسحنا كل ده، خلينا ايه، حاجة حاجة اهو. انا جيت والله عملت متغير عادي انت، والله واخد ايه، ادي المتغير، عملت الانت انتجر وقلت بيساوي 10. طيب عملت والله ايه الاي في إلس ده اصلا من الاول بس بالبداية. والله انا بقول له الامر ده لو فعلا الايف ده لو يساوي، الايف ده بنعملها دي امر، لو بيساوي الاولد المتغير ده والله بيساوي 10، لازم يساوي. لو انا عملت يساوي واحدة عشان ممكن الناس تقع فيها، هيجي لك ايرور. لازم تساوي اهو، جالك خط احمر هيبقى ايرور. لازم يساوي والله يساوي 10. طب يساوي او اصغر من 10 مثلا، او اكبر من او يساوي 10. طيب لو يساوي ال10 ده انا اعمل ايه؟ والله هاجي اعمل كده، اعمل لي برنت، اعمل لي برنت، نعمل قوسين لو بيساوي 10 الامر ده، والله اعمل لي علامتين تنصيص طبعا، اعمل لي يس اهو كده، عملت يس، اعمل لي يس. طيب لو الامر ده بقى، لو دلوقتي لو هو المفروض الامر ده لو بيساوي ده يعمل لي يس. طيب لو الامر ده ما بيساويش، هنيجي نعمل والله نكتب كده مع بعض برضو اهو إلس اهو، عملنا إلس. طيب الامر ده لو مش بيساوي ال10 تكتب لي ايه؟ والله تيجي كده تعمل لي، اعمل لي تحت كده مثلا قوسين اهو تاني، برنت، معلش، برنت، برنت قوسين، هنكتب فيهم نو او ايرور، اي حاجه انت عايزها، المهم ده اللي يتفرق. تمام جميل. يعني كده عملنا الامر لو يساوي 10 المتغير ده بتاع الانتجر ده 10، يساوي 10 اكتب لي يس، ما بيساويش ال10 اكتب لي نو. هنشوف، هنتك رن نشوف هيعمل ايه. جاب لك يس. يس ليه؟ عشان بيساوي 10. طب قلنا بقى لو احنا جينا شلنا اللي يساوي الاولانيه دي وحطينا مثلا هل هو اكبر من 10، يعني كده عمل اكبر من او يساوي 10. طبعا طالما هيساوي 10 هيقول لك صح. هنشوف برضو مع بعض، هيقول لك يس ام نو. قال لك يس. طب ليه يس؟ قال لي يس عشان هو فعلا هو مش، ما هو مش اكبر من 10 بس يساوي 10 صح. طب لو جينا غيرنا بقى المتغير اللي فوق ده، بدل 10 خلينا 11، هل هيطلع يس ولا هيطلع نو؟ هنشوف برضو مع بعض. جميل، طلع نو. طب طلع هنا نو ليه بقى؟ عشان هو هنا مش بيساوي 10 ولا اكبر من 10. يعني انت مش بتساوي ايه، مش بيساوي الرقم ده ولا اكبر منه، فطلع لك نو. طب لو جيت انا عدلت دي، لقيتها مثلا ايه، 15، هل هو اكبر او يساوي 15 الرقم اللي ده؟ هنشوف برضه هيعمل ايه معانا. كل ده تجارب للاي اف إلس عشان تفهمها صح. هنشوف هيطبع ايه هنا، هل هو يساويها؟ طب هي هتساوي ال 11 ام لا؟ هتساويها ولا لا؟ هنشوف. هي في الرن بس ممكن في حاجة فيها. ماشي. طيب نمسح دي كده، خليها يساوي مثلا، يساوي، لا دلوقتي يساوي. هل تساوي 15 رقم ام لا؟ هنشوف. قال لك نو، ما بيساويش ال 15. كذلك في كل الاوامر. طيب نقول شرح تاني بسيط ليها عشان هنعملها على طريقة سترينج بقى، الاسماء. دلوقتي انا عملت متغير انتجر، تمام، كتبت الانتجر، عملت متغير ليه، كتبت والله يساوي 11. طب الامر ده، طب احنا كده اي اف دي خاصة بايه؟ والله لو الموضوع ده يساوي 11، يساوي 11 كده، هتعمل لي ايه؟ هيعمل لي والله يس. طالما بيساوي ال 11 بيساوي نفس المتغير. لو مش بتساوي ال 11 تعمل إلس، والله لا اعمل لي نو طالما مش بيساوي ال 11.
هو الدايركت لوحده كده بيعمل. انت بتتك ايه؟ والله الامر ده بيساوي 11، اتك لي برنت يس. الامر ده ما بيساويش ال 11، اتك لي ايه؟ برنت نو. هو المفروض دلوقتي المتغير 11 وده يساوي 11، المفروض يعمل ايه؟ هيعمل اكيد يس، مش هيعمل نو. تمام. طب ده بالنسبه للايه؟ للانتجر. ده بالنسبه للانتجر. احنا هنعمل رن تاني اهو، نشوف برضه عشان نبقى احنا ايه عارفين. تمام. في الرن في الرن. تمام. يبقى احنا كده عرفنا والله الايف دي خاصة. ان انا قلت لك والله طلبت منك لو بتساوي ال 11 بتساوي نفس اللغات تكتب لي يس، والله مش بتساويه اكتب لي نو. تمام. ان شاء الله هنتكلم بقى ده كده ايه بالنسبة للايه خاص بالانتجر. ان شاء الله في الفيديو القادم عشان ما نطولش برضه في الفيديو ده. هنتكلم بقى نفس الامر اي اف ايلس بس على السترنج، على الاسماء. وفي طريقة مختصرة، في طريقة مختصرة برضه للايف ايلس، بدل ما تكتب كل الايف وتفتح قوسين وتعمل كل ده، لا في طريقة اسهل منها شوية برضه هنعرفها ان شاء الله الفيديو القادم. فانتظرونا الفيديو القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.